أول مرة أنتم تلاحظوا فيها في القضية الفلسطينية توجد مدافع شرس عليها في مجلس الأمن. ومجلس الأمن كان في الحقيقة يعني شرف للجزائر وشرف للشهداء نتاعنا وشرف للمواقف نتاعنا. بصح باش يكونوا عندك هذه المواقف في مجلس الأمن ولا خارج مجلس الأمن لازمك تكون تتحكم في خبزك وتتحكم في استقلالك وتتحكم في المصاريف نتاعك وما تمدش يدك. وهذا هو الصح كله راه في القوة الداخلية اقتصاديا عسكريا أمنيا إلى آخره. إذن بالنسبة لفلسطين حتى انعكست على فلسطين وقضية الصحراء الغربية كذلك. احنا ما تغيرناش. الصحراء الغربية كذلك بالنسبة لفلسطين قبل ما نفوت الصحراء الغربية بالنسبة لفلسطين فيه آفاق تاع إيقاف الإبادة. أقول إبادة آلاف الأطفال والنساء، هذه ما نتكلمش على المعطوبين. وهو أمام الملأ أول مرة في تاريخ البشرية، أول مرة في تاريخ البشرية كل البشرية كبير وصغير يشاهدوا بعينيهم تقتيل. دارين نسمعوا بالتقتيل، نحن نشوف فيه اليوم يوميا نشوف العمارة تطيح على الناس اللي ساكنين فيها، يوميا اغتيال نساء، اغتيال ناس مسنين، اغتيال أطفال. العالم كله تحرك. إن شاء الله الحل يكون قرب. هي تضحيات في الحقيقة الشهداء نوع من التضحية لاستقلال إن شاء الله فلسطين. وإحنا موقفنا ما تغيرش وما يتغيرش رغم صداقتنا مع بعض الدول اللي عندها سياسة عكسية علينا إحنا. ولكن إحنا قررنا أن الدولة الفلسطينية هي الحل. ما دام ما فيش دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف ما فيش حل. كل شبه الحلول تصبح إبادة ذكية ولا إبادة متعفنة ولا إبادة الشعب الفلسطيني لازم تكون عنده دولته. احنا هذا وش أنا طالبين. والشعب الفلسطيني هو بروحه يشهد. مانيش محتاج أنا شهادة نتاع ناس قالوا الجزائر دارت وما لا، احنا ضميرنا يكفينا. فلسطين الفلسطينيين نفوسهم يشهدوا أن في 1948 الجزائريين كانوا يقاتلوا في فلسطين. عندنا هذه الخصوصية. الجزائريين عمرهم ما اخطأوا فلسطين. إذن لما اشتدت الأمور على الفلسطينيين وعلى المجاهد المرحوم ياسر عرفات استقبلناهم في 1982. ومن بعد هنا تم إعلان الدولة الفلسطينية بالمخاطر اللي كانت موجودة آنذاك. وانتم ضباط تاع الجيش عارفين ما هي المخاطر اللي كانت تحاك ضد الجزائر حتى قنبلة كلاب ديبا. لكن الجزائر ما توخرتش ما نتساومش لأن احنا ما عندنا حتى دخل مادي. ما عدا ضميرنا يكون مرتاح بالنسبة للشعب اللي مازال محتل ويجاهد. ما عندناش غاية أخرى. الجزائر يشهد لها أنها هي اللي دخلت فلسطين كعضو ملاحظ في الأمم المتحدة. خطاب ياسر عرفات رحمه الله من بعد الجزائر واصلت النضال تاعها مع فلسطين إلى ما يزيد علينا حتى واحد. الشيء اللي درناه ما انتظر لا جزاء ولا شكورا، واجب وداخل في رسالة الشهداء نتاعنا. إذن فلسطين نقولها للصديق وغير الصديق احنا مع فلسطين ظالمة ولا مظلومة.
إذن قضية الصحراء قضية استعمارية، آخر مستعمرة في إفريقيا. الملف راه في الأمم المتحدة، نتمنى يصيب الحل نتاعو إن شاء الله. بعض الدول العظمى تسعى إلى حل المشكل، نتمنى أنه يتحل، أن أشقائنا الصحراويين تكون لهم الفرصة نتاع تقرير مصيرهم، وما يهددنا حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد. اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. هذا ما يدوا حقهم، ومن بعد نسمعوا الخير على بعضنا بعض. فيش والتلفيق والأمور هذه وفي حتى أشقاء على حسنية يقول لك ودي يفتحوا الحدود والصحراء. لا، الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربية، الحدود تغلقت لأسباب أخرى. 63 سنة استقلال، حدودنا مغلوقة أكثر من 45 سنة. إذن الإنسان يتكلم بالواقع، لا تبغي تحل المشكل ما تلفق لي أكاديم، ما نلفق لك أكاديم. الشعب هذا باغي استقلال. احنا ماذا بينا ما نكونوش صحراويين أكثر من الصحراويين. الحل اللي قبلوه الصحراويين رانا قابلينه، ما نزايدوش عليهم. الحلول اللي ماش قابلينها ما تفرضش عليهم، مادامني أنا موجود في جوارهم ما نخلي حتى واحد يفرض عليهم. هذا ما كان، يعني المعادلة بسيطة. إذن بالنسبة الشقيقة تونس أمورنا على أحسن ما يرام الحمد لله. يعني ما فيش ولا سحابة ولا. أنا في جوار وأحسن جوار الحمد لله. راهم في وضع ربما اقتصادي شوية صعب، ولكن راهم قادرين يخرجوا من. تونس معروفة بالذكاء نتاعها ومعروفة بالروح الوطنية العالية. احنا بالنسبة لدول الخليج ما عدا دولة ما نذكرش اسمها، الشيء الآخر كل أشقاء ونتعاملوا يوميا وما فيش مشكل. ما عندنا حتى مشكل مع أشقائنا السعوديين ولا الكويتيين ولا العراقيين ولا ما عندناش القطريين. أصبحنا اليوم تعامل مكثف مع بعض. العمانيين نفس الشيء، ما عندناش مشاكل. المشاكل اللي يجي يخرب لي في بيتي ولأسباب مشبوهة، داخلوا في أمور اللي ما خليناش دول عظمى تتداخل فيها. فنخليك أنت تدخل لي في أمور داخلية. لا، بقى في قدرك ورانا أشقاء، كاش مشكل. إذن كل هذه الأمور هذه تخلينا يقظين وتقريب نصونوا العلاقات الطيبة والمحبة اللي بيننا وبين دول أخرى شقيقة وغير شقيقة.